مع ان اليوم جمعة، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم طلعنا السيصان ورفعنا المعالف، والحين كنسنا الارضية زي ما تشوفون، نكنسها نشيل الطبقة اللي فوق بس. بعدين نروح نجيب ردين بطحة ونفرش الارضية بالكامل. بعد ما نفرشها نجيب التعقيم، الحين اصور لكم اياه. نجيب لكم التعقيم بالكامل ونعقم العشة كامل، من معالف ومن ارضية ومن جدار ومن خشب. العشة كاملة حتى اللي برا الرشة كلها. ولا غرض من التعقيم والرش. الحين طلعت الشمس وباقي لهم كذا 3 ساعات عبال ما تغيب، يعني نخلص الصيصان برا لمدة 1.5 ساعة عبال ما تنشف البلاد 100%. بسم الله وتوكلنا على الله. هذا سعره 75. انا ما اقولك روح اشتري هذا، لا ترى فيه بديل عنه، ترى هذا ترى ما مثله. انا ذو لو هذا لو قدامكم الحين ها، ترى هذا ما استغنى مهما ما كان. شوف الديتول هذا ها. ما اقولك انا لا التعقيم خذ هذا، ترى فيه بدل منه واحسن بعد وزين اللي هو هذا، بس خذ الاصلي. على 20 لتر حط لي 3 كاسات، على 20 لتر حط لي 3 كاسات من الديتول هذا. ترى ما اشرط عليك انك تاخذ هذا، ترى الديتول ترى والله انه نافع وانه زين يا هبل. ما عمري حطيت هذا الا حطيت هذا معه. حط 3 كاسات ب20 لتر وريح باك. هذا سعره 75. ترى ما اشرط عليك انك تاخذه، اللي اشرط عليك انه زين انه مناسب وسعره مناسب. هذا هو الديتول، ترى هو زين وكويس. هذا نحط منه 3 كفرات. هذا ترى يمكن من استخدمتها مرتين بس، والاول ما استخدم الديتول على طول. ديتول اصبه وحده بوحده معقم يهبل. الديتول اللي طشيته في البلاد. الحين بعد ما شلنا الطبقة اللي فوق نروح نعقمها الأرضية. بعد ما نعقمها نجيب بطحة ونعقمها من فوق، بحيث لو في بكتيريات في شيء يمين تحت إن شاء الله انه ينفع الديتول اللي احنا حطينا ونعقم. نعقم الأرضية بعد ما شلناها. بعدين عاد بعد ما نعقمها كامل نروح نجيب البطحة ونحط البطحة، بعدين نعقمها تعقيمها أخيرة وخلاص. طبعا تعقيم كامل العشة كامل حتى اللي فوق كل شيء عقم، كأنك توك جايب صيصان جديدة. وما تاخذ معك مع المرش هذا ما تاخذ معك يمكن سنطارة 10 دقائق. في حاجة ترى سويناها ما قلنا لكم إياها. أول شيء تمسح الكهرب قبل التعقيم عشان لا سمح الله يمين يسار ما تكهرب. تمسح الكهرب وتعقم تعقيم كامل. وهذه طال الله عمركم بعد التعقيم كامل. عقمناها تعقيم كامل من شبك من جدار من سقف من أرضية كاملة، لا في بكتيريات ولا في شيء. إن شاء الله أنا يذبحها التعقيم هذا. بعدها خلاص نعطيها وجه كامل بطحة ونعقمها عاد بس البطحة وخلاص إن شاء الله. اللهم لك الحمد ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن عاد نعبي البطحة. هذا الرد الأول لا هذا الرد الأول، باقي الرد الثاني. هذا العربية الثانية. يا سلام على الذوان. نحاول نفرشها بالمكان كامل. طريقة الفرش الحين نفرشها بيها هذه، ترى ما هو ضروري عاد بالحيل، حاجة بسيطة ها تغطي المساحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما فرشناها كامل يبغاها رشة خفيفة بس، يعني ها أنا بس أضغط عليها شوي ها بس. على الواجهة السنة اللي تحت معقمة واللي فوق يبغى لها تعقيم خفيف. خلاص اللي تحت معقمة اللي فوق معقمة، إن شاء الله راح تكون كلها معقمة بإذن الله. هذه طبعا كامل بعد التعقيم بالكامل. خلاص نخليها ساعة كاملة عبال ما تنشف وعبال ما ينزل كل شيء. بعدها نقدم الأعلاف ونقدم الماء وندخلهن داخل بإذن الله. يلا نستودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه. ما شاء الله تبارك الرحمن.